جميل جدا. أنا أتشرف بحضوره وحضور الشام كلهم موجودين. الشيء الثاني وهو شيء مهم بالنسبة لي، يمكن قبل سنة بالضبط عندكم خبر أنه صدر مني قصيدة للبلوتون. طلعت القصيدة ناقصة وصار عليها مشاكل كثيرة وتهجم علي ثلة من الطحالب. ما صار الله خير لأن الأمير الله يحفظه نظرته ثاقبة وأعطاني ثقة أنا أكبر منها حقيقة، يعني الثقة أكبر مني، أكبر دليل إني موجود على المنصة الحمد لله، أنا في السجن ولدي مبعد، فأنا أبغى القصيدة كاملة وكان فيها بيت واحد بس يمكن صار علي ماخذ من بعض الشعراء اللي يقول أطقع الشعار في كل حارة. طبعا التعبير هذا خصوصا الطحالب ولا الشاعر مبدع مستحيل تقول البيت هذا أبدا. شاعر في حجم سعد هلوش، أبو خريبة، حمدان المري، الكروز، يصل له بيت، الشعراء الموجودين كلهم مستحيل يجي في ذهن واحد منهم ابن الدين متعمد كذا. أكيد لسه طحلب هنا بالزاوية. هذا هو الحال. القصيدة يقول البارحة ما الله هداني على النوم، البارحة ما الله هداني على النوم، عيني من الهجاج فيها حرارة، من كثرة الشعار منيم مهموم أطقع الشعار في كل حارة، من كثرة الشعار منيم مهموم أطقع الشعار في كل حارة. هذا معي حلقوم واحد وملغوم أنافسه للبدية وإلى الغمارة، وشون لو عندي 30 حلقوم خليتهم دماستنا في غمارة، شون لو عندي 30 حلقوم خليتهم دماستنا في غمارة. العود الأزرق عند رعية أسلوم حسب مقام الضيف ولا وقاره صدارة أهل الجنة عند أم كلثوم الله علم تصدرها والصدارة الواقع تعيشها وعيشها يزيزون. بنيت في شعري الربعية حضارة لو نسكن فندق فخم 5 نجوم ولا خيمة في طرفها زبارة، مكاننا هو واضح ومعلوم وتقديرنا أكبر من أكبر عمارة. في معركة كنزان لا تبعد الحوم عبد العزيز احنا السبب في الكسارة. احنا السبب في انكساره، واللي تبطح له اللي يوقف القوم ساعة ذبح ضيدانه خذناه بثاره وضيدانه علوم وعلوم وعلوم مدري سلام الميت ولا فقاره. عشنا في قطر غصبا على الفرس والروم وجداننا ما شاركوا في الزباره، ولو شاركوا يبني حالي ويا قوم ما كان ابو مشعل اميره الاماره، بالعكس كان القوم بيديه محكوم لانه جدير ويستحق الجداره. بالزبارة ولو شاركوا يبري حالي ويا قوم ما كان ابو مشعل اميره الاماره، بالعكس كان القوم بيديه محكوم لانه جدير ويستحق الجداره، ويعيش ابو مشعل عقيدنا وزيزوم الشعب في راسه طموح ونهاره.